السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحشنا حبايبي، صباح الخير صباح الهنا عليكم. شوفوا أنا بسلق فراخ وعايزة أخد أجمل شوربة منها. شوفوا أنا هحط مكون إيه هيقلب لي نظام الشوربة خالص. بصراحة دي كانت مفاجأة ليا، ما كنتش أعرفها قبل كده، بس أختي قالت لي عليها، كنت مسافرة عندها وقالت لي عليها. أنا حطيت الفراخ، حطيت معاهم طماطم وقرنين شطة حامية، لو انت مش عايزة تحط شطة حامية حط شطة عادية، وحطيت بصل والتوابل والفلفل والكمون. حطيت معاهم بقى المكون السحري، ليمونة مقشراها وقسمها 4، بتغير في طعم الشوربة بتاتا، حاجة ما تتخيلهاش. جربيها وعلى ضمانتي وأمانتي. ولو لقيتي المكون ده مش عاجبك في شوربة الفراخ ابعتيلي برأيك. بصراحة الليمونة المتقطعة 4 ديت في شوربة الفراخ بتغير طعم الشوربة خالص، متسيبش فيها أي زفارة. كمان هي احنا الحمد لله بنبقى نقعينها ومنضفينها، بس هي بتديها طعم تاني للشوربة. جربيه وهيعجبك بإذن الله. هنعمل طبعا معاها بقى حبة نعمل حبة صلصة محشي، ونعمل حبة محشي معاها جنب منها كده. وعندي واحد ما بياكلش الفراخ، فاضطريت ان انا اعمل له منابين 2 صغيرين كده، يعني هو مناب 130 140 جرام، قطعته له حتتين وسلقته الكرنب له يا جماعة، مع يا ريت نستعمل كان الورقة عندي نص الخضراء. برضو مقصورة الورقة الخضراء فيها فايدة، في الفريزر، يعني فطلعتها مش معاه نرمي الورق علشان ناخد الأخضر برضو ونعمل شوربة الورق لحمة الأبيض، لا نستعمل الورق له، الأخضر. لأنه ما صدقوني أنا بياكلش بحب أكل الفراخ، محشي الورق الأخضر. رغم ان اخواتي ما وفي كانوش بياكلوا كمان الفراخ الا انهم أنا ما بعد عملتوش موضوع النهاردة، الشوربه اللي بس حطيت أنا فيها عملت الليمونه ده الورق بتاع عجبهم جدا. البنجر وورق اللفت آه وورق السلق، جميل جدا جدا في المحشي وفوائده جميلة جدا. جربوه يا جماعة وهيعجبكم، وبإذن الله يعجبكم الفيديو بتاعي، ويكون فيه تجاوب مع بعض ونساعد بعض، وبإذن الله يعجبكم. وادي المحشي بتاعنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.